والحد من خطورة بيير أوباميانغ. ضربة خطأ للجابون في تنفيذ إريك مولونجي. صعود بوكو أوباميانغ وباقي لاعبي المنتخب الجابوني. مساندة كبيرة من طرف الجماهير بملعب الصداقة بالعاصمة ليبرفيل. الدقيقة 9 في تنفيذ الخطأ. ماديدا ليفي كليمون مشى بكورتو. خروج نادي الميغري في المكان الوطنية. تراجع كل لاعبي منتخب الجابون لنصف الملعب. ضربة خطأ نتمنى ان تكون في مرمى ديدييه اوفونو. كرة المتابعة بالراس ديدييه اوفونو. ما زال الكرة خطيرة لكن الحكم يمنح ضربة خطأ. الجهة اليمنى كرة المنتخب الوطني المغربي. لازم دعم من الجهة اليمنى. عندك المساندة. كرة ممتازة. يلا ابتسامة نتمنى انها تبقى حاضرة في مباراة اليوم. ابتسامة فريد سلامات. يعني الاعصاب مشدودة وبشكل كبير في مباراة اليوم. تخوف حاضر اكيد لكن العزيمة حاضرة. عند المرة الثانية ينبه الحكم إيريك جيريتس. العناصر الوطنية عندك السند عندك الدعم من الجهة اليمنى. مشات الكرة يوسف بليندا ممتازة. يلا يلا الله 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 الله. هدف أول بليبرفيل كما قلتها لكم. العناصر الوطنية قادرة على تخطي الجابون. قادرة على تخطي الجابون اليوم. هدف أول للعميد حسين خرجة. 70 مباراة دولية يسجل 8 هدف دولي. لا يا سلام اليوم. الهدف الأول يحق لكم أن تتفاعلوا بهذه الطريقة. قلت لكم أن العناصر الوطنية تتفاعل بشكل إيجابي مع الدقائق الأولى من المباراة. الروح التي مع حذاري من خطورة نجيما. حذاري من أوباميانغ. ولو أننا متقدمين بهدف ل0 إلا أنه لا شيء حسم بعد بملعب الصداقة. ستيفان نجيما كرة مرفوعة. تدخل مهدي بن عطية. حسين خرجة ما كاينش خطأ. بكري قاسما ما كانش خطأ. وهو الذي يلعب تحت ضغط كبير. هنا كرة الله يدوز على خير والحكم يرفع الراية معلنا أن الكرة تجاوز. يحصل على تماس. من الصعب أن الكرة تضيع من رجل مهدي كارسيلا. هنا تسديدة يونس بليندا. لاعب تاق في نفسه بشكل كبير يونس بليندا. هذا ما يميز لاعب مونبولييه. أفضل لاعب في الشهور الأخيرة في البطولة الفرنسية. تنطلق الكرة من أقدام المنتخب الوطني. يعني كان آخر مدافع بدر القادوري لو عرقل بيير أوباميانغ لا نال ببطاقة حمراء. مهدي بن عطية تعامل كما يجب مع الكرة ودانيال كوزان. وجد النادي الميغري في المكان المناسب. هي مباراة صعبة. برونو إكويليمونغا. دانيال كوزان يبعد الكرة. مازال الخطورة إريك مولونجي. مشات من الجهة اليسرى. كرة مرفوعة للحارس نادي الميغري. كان بصير. يلا بعد كورتك. حكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني. نادي الميغري التدخل الأخير. نتمنوا أنه يواصلوا المباراة مع زملائه في المنتخب الوطني. إريك مولونجي. حسن الحظ كان بدر القادوري في المكان المناسب ومن أبعد الكرة الأخيرة للمنتخب الوطني. كرة صعيبة. راسية كوزان مشات بعيدا عن مرمى الحارس نادي الميغري. دانيال كوزان اللي لعب موسولو تشارلي في تنفيذ التماس. كرة صعيبة. 20 دقيقة ستحدد مصير أسود الأطلس في كأس افريقيا. هجمة مضادة مشات نور الدين مرابط. لازم الدعم. صعيبة الكرة كوزان. وقتالية مهدي بن عطية. مكان يوسف حجي إن لم يخب
التوقع. الكرة صعيبة، نادر الميغري والراية مرفوعة إلى الجالوس أمامه 3 لاعبين. صعيبة 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 صعيبة، ونادر الميغري يضع حدا لخطورة هجوم الجابون. كرة في زاوية، يا ليت 77 دقيقة. كرة في التماس صعيبة، أوباميانغ يسجل هدف التعادل. أوباميانغ يسجل هدف التعادل. وقت صعب من مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الجابون. دخول الجمهور لأرضية الملعب، دخول الجمهور لأرضية الملعب. ضاعت تحولات المنتخب الجابوني، لازم الحفاظ على التركيز، لا يدوز على خير. يعني لا يجب إكمال المباراة في الظروف التي تحصل هنا بملعب ليبرفيل. هدفين في أقل من دقيقة ونصف. نادر الميغري، نور الدين مرابط، يلا حكم ضربة جزاء المنتخب الوطني. ضربة جزاء المنتخب الوطني. كانت هناك لمسة يد. أوفونو، حسين خرجة وديدي أوفونو. حسين خرجة وهدف التعادل. مازال الوقت 6 دقائق من الوقت المضاف. هدفين بين المنتخبين الجابوني والمنتخب الوطني. يلا الكرة المنتخب الوطني، يلا يوسف حجي، مازال الكرة مغربية. يوسف حجي عنده الكرة مرفوعة. ديدي أوفونو. سيناريو دورة مصر 2006 يتكرر اليوم.